السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي افنان ايمن. وصفتنا اليوم زبادي الفراولة بدون ايس كريم ولا جيلي. قوام كريمي وناجحة معاكي من اول مرة. طريقة سهلة جدا وبسيطة هتعتمدي عليها طول شهر رمضان. اهم حاجة لزبادي ناجح ومضمون طريقة غلي الحليب. هرفع الحليب على النار، واول ما يبتدي يغلي هقلبه عشان ياخد وقت معايا في الغليان. هقلب الحليب مش اقل من 8 او 10 دقايق. استمري في التقليب واللبن مش هيفور معاكي. بعد 3 دقايق او 4 تقليب هتلاقي الحليب بيغلي ومش هيفور معاكي بسهولة. هستمر في التقليب عشان الحليب لو فيه مية. الحليب البلدي اوقات بيكون عليه مية، وده اللي بيبوظ الزبادي وبخليها سايلة والقوام بتاعها ما بيكونش كريمي. انت لو متأكدة من مصدر الحليب اغليه واطفي عليه من غير تقليب، لكن لو مش متأكدة من مصدره هتغليه حوالي 10 دقايق. هطفي النار على الحليب واسيبه يبرد. حليب الزبادي بيكون دافي، وعشان تظبطي درجة حرارة الحليب هتضيفي صباعك. لو استحملت درجة الحرارة لمدة 3 ثواني يبقى كده مظبوط معاكي. لكيلو الحليب هستخدم علبة زبادي بلدي، يعني 4 معالق كبار زبادي. هضيف الزبادي لبولة عميقة وأضيف عليها كوباية حليب. هقلب الزبادي مع الحليب كويس جدا لحد ما اوصل لقوام كريمي وما يبقاش فيها اي تكتلات. ممكن تستخدمي الخلاط لو حاسه ان المضرب اليدوي مش هيديك نتيجه حلوه. هضيف ربع كوبايه شربات فراوله، ودي من احلى الاضافات اللي عملت بيها زبادي الفراوله. لكيلو الحليب هستخدم ربع كوبايه فقط عشان ما يبقاش لونها غامق وتديني نفس الشكل بتاع زبادي الفراوله اللي بنشتريها من المحلات. هخلط شربات الفراوله مع الزبادي والحليب. هنا اللون هيبان غامق شويه، ولكن احنا لسه هنضيفها للحليب. ده شربات الفراولة اللي انا بستخدمه، ازازة موفرة جدا وبتفضل معايا طول الشهر. وكمان بستخدمها في حاجات تانية كتير. استخدمتها في كريمة الكنافة، هتنزل على القناة ان شاء الله الفترة الجاية، كانت جميلة جدا وتحفة. ملحوظة مهمة، لو انت هتستبدلي الشربات بآيس كريم فراولة او جيلي هتضيفي للحليب معلقتين كبار سكر عشان تاخد نفس طعم زبادي الفراولة، ولكن انا هنا ما ضفتش سكر لان الشربات فيها سكر. هقلب المكونات كويس جدا مع بعض ونجهز الكوبايات اللي هنضيف فيها الزبادي. تقدري تستخدمي اي كوبايات موجودة عندك او علب زبادي، وممكن تستخدمي
طواجن فخار بتكون جميلة جدا في الزبادي. هضيف الزبادي للكوبايات واضيفها في صينية، واضيف مية سخنة لحد ربع الكوباية. المية ما تكونش مغلية، انا عايزة المية تسخن لقبل الغليان، عشان المية المغلية بتعمل بخار للزبادي وبتخلي فيه مية على الوش. وما تزوديش المية، يعني المية ما توصلش لنص الكوباية. لو الكوبايات او العلب لها غطيان هغطيها بالغطيان الخاصة، او ببلاستيك راب، او بورق ألمونيوم. لو انتم ملاحظين معايا لما غطيت الزبادي بالبلاستيك راب المية ما عملتش بخار. المية لو مغلية كنت اول ما غطيت الزبادي المية عملت بخار، وكانت هتعمل طبقة مية على وش الزبادي على طول. هغطي الزبادي بفوطة، وفي الأثناء دي هشغل الفرن 5 دقايق يسخن. أطفي الفرن وأتأكد تماما إن أنا طفيته قبل ما أضيف الزبادي. هضيف الزبادي للفرن وأقفل عليها وأسيبها 3 ساعات مش أكتر. وهنا الزبادي بعد 3 ساعات ما شاء الله قوام تحفة. القوام الجميل ده قبل ما تدخل التلاجة. قوام ثابت بدون منافس، أحسن من اللي بنشتريها من بره. وكمان لما تدخل التلاجة ونسيبها ساعة أو 2 القوام بتاعها هيتقل أكتر من كده. ما تيجوا نجيب معلقة ونشوف قوام الزبادي من جوه. وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، أتمنى من قلبي يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصل ليكم يوميا وصفة جديدة من وصفات رمضان على قناتي أفنان أيمن إن شاء الله.